انتظرونا وعودة قوية في موسم جديد وبرنامج جديد وأخبار حصريه قريبا جدا بإذن الله. علي موقع وقناة فيتو عربية. يمكنكم متابعة آخر الإخبار من خلال زيارة الموقع الإلكتروني والاستمتاع بالإخبار على مدار 24 ساعة. أغنية لا تكذب التي أحدثت ضجة فنية وقت بثها في سنة 1962 مترا، قصة مفادها أن كاتبها الشاعر المصري ثقيل الوزن خفيف الدم كامل الشناوي كان هائما بحب الفنانة نجاة الصغيرة، بينما كانت الأخيرة غير مكترثة لأسباب منها فارق الاسم وفارق الوزن، وربما أن انشغالها عاطفيا بغيره. حكاية أغنية لا تكذب وصف لخيانة في خيال الشاعر خالد الشاعر الكبير كامل الشناوي قصة حبها للفنانة القديرة نجاة بكلمات أغنية لتكذب التي خرجت من قلبها بصدق شديد فلمست وجداننا وظلت معنا حتى الآن. كان يهيم الكاتب كامل الشناوي حبا بالمطربة نجاة الصغيرة، وللأسف لم تكن تبادله نفس المشاعر الرقيقة التي كان يكنها لها. في يوم من الأيام ذهب الشاعر كامل الشناوي إلى الكاتب الصحفي مصطفى أمين في حالة نفسية مضانيه ودخل مكتبه وسطر كلمات أغنية لا تكذبي، وبعد أن انتهى منها اتصل بالفنانة نجاة والقى عليها كلمات التي كتبها وقد وصف فيها خيانتها له من وجهة نظرها، فكانت الأغنية دون أي مبالغة أو خيال وصف دقيق لحالتها وما يلاقيه وكانها فيه صدرها فقد أبدع في الوصف. لما ترد عليه نجاة بأي كلمة ولا تعلق أو تقاطعها أو تعترض عليه، وفي نهاية كلامها قالت له تويست أو تنفع أغنية لازم أغنيها، ولأنه كان يحبها لدرجة العشق ولا التفاني وافق على أن تكون الأغنية لها. ظهرت أغنية لا تكذبي لأول مرة في فيلم الشموع السوداء، شدت بها الفنانة نجاة بإحساس صادق تأثر بها كل من سمعها، ولحنها الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. وفى أحد حواراته داخل الإذاعة المصرية طلب منها أن يتغنى به، وقد كان وسجلها بصوته بعد أن نال إعجاب الجميع. وفي عام 1963 وفي إحدى حفلاته طلب من الفنان الكبير عبد الحليم حافظ أن يغنى لا تكذب، وبعد أن أعجب بها الجمهور قرر أن يسجلها وحفظها على أسطوانة ما أثر غضب الفنانة نجاة. تحياتي رئيس مجلس إدارة فيتو عربي الإعلام حسن شقوير.